طب يا شباب ده تحديث جديد لنسخة الام بي فيرجن 90.90. التحديث ده طبعا نزل يعني كمجرد تحديث اصلاحي للنسخة، بسبب ان انت كنت مثلا كان في كذا حد من مستخدمين النسخة كانوا يبداوا يشتغلوا على النسخة او حاجة، بعد فترة تلاقيها طلبت منهم تحديث، بس مش التحديثات التقليدية اللي احنا كلنا عارفينها. يعني هو الموضوع بيكون ان هو جايب له تحديث اصلا ان النسخة محتاجة تتمدد، يعني النسخة وقفت اصلا فمحتاج ان هو يمدد، فدي كانت مشكلة في النسخة اصلا. تمام، بعد كده المشكلة دي اتحلت يعني بالنسخة اللي احنا هننزلها في الفيديو ده. فاحنا دلوقتي معانا النسخة ديت دلوقتي ما فيهاش اي مشاكل، ومحلول فيها مشكلة التنزيل اللي هو بتظهر لك، وطبعا هظهر لكم شكل المشكلة دي دلوقتي. طبعا بمجرد ما انت بتنزل النسخة دي انت ما بتمسحش النسخ اللي عندك اصلا، يعني سواء عندك نسخة ام بي او عندك نسخة فؤاد ما بتمسحش اي حاجة. كل اللي عليك ان انت بتخش على تشوف النسخة اللي عندك ام بي ولا فؤاد، وفي وصف الفيديو بتلاقيني حاطط لك اذا كنت نسخة الام بي او نسخة فؤاد. لو انت معاك نسخة الام بي بتضغط على اللينك اللي مكتوب فوق تحميل نسخة الام بي، بتضغط عليها، وبعد ما بتضغط عليها بتبدا تحمل لك النسخة عادي جدا، وبتبدا انها تشتغل معاك. طيب بعد ما بتشتغل معاك والدنيا بتظبط في النسخة، بتلاقي ان النسخة خلاص كده ظبطت معاك والمشكلة بتاعتها اتحلت. هو النسخة شكلها متغير زي ما انتم ما شايفين كده، بس الفكرة كلها ان النسخة يعني اتحلت فيها مشاكل كتير. وكده كده التحديث النهائي لسه هينزل كمان كام يوم، يعني في خلال الاسبوع ده او الاسبوع الجاي هينزل تحديث اصلاحي او مش اصلاحي بقى، هيكون تحديث نهائي فيه كل الشكل بتاع الايفون اللي احنا عارفينه، كل حاجة احنا متعودين عليها وكل حاجة احنا اتعاملنا فيها قبل كده. تمام، لو جينا بقى نشوف النسخة هتلاقي ده منظر الشات عادي جدا، والشات طبعا تحسه شبه الايفون كده، وطبعا عندك الايموجي نفس الايموجي بتاع الايفون، وكل حاجة تمام ومفيش اي مشاكل في النسخة. ولو جينا مثلا ان احنا نفتح بروفايل اي حد تلاقيه بالمنظر اللي انت شفته قدامك ده. وطبعا لو انت مثلا حابب ان انت تفتح الاعدادات او كلام من ده، طبعا صورة البروفايل بتبقى ظاهرة لك من هنا. وهنا طبعا لو عاوز تقطع النت على النسخة، وهنا برضو لو انت عاوز تعمل شادو او اخفاء ليه. هنا طبعا الثلاث نقط دول بتضغط على كلمة اف ام مود وبعدين بتفتح لك النسخة. طبعا عندك البرايفسي من هنا، تقدر تخفي كل حاجة وتظبط دنيتك كلها، الحاجات اللي انت عاوز تظهرها او تخفيها. طبعا السيمات بقى عندك من هنا لو انت عندك سيم جوه الجهاز، او لو انت حابب ان انت تنزل سيم اصلا. طبعا عندك بقى اليونيفرسال ديت بتاعت الاعدادات بتاعت اللغة، لو انت عايز تظبط اللغة وتظبط برضو الستايل، اذا كنت حابب تخلي الايموجي ايفون او الخط يكون ايفون، او النسخ الاحتياطي والاستعادة. وهنا طبعا بتظبط المساحة بتاعتك بانها بتمسح لك الملفات اللي مش مهمة. الهوم سكرين طبعا تقدر ان انت تعدل فيها زي ما انت يعني زي ما انت عايز، يعني كل حاجة بتبقى متاحة، وطبعا انت بتقدر تعدل فيها وبتخليها كلها ايفون، يعني زي ما تحب، عايزها تبقى ايفون تمام، مش عايزها براحتك. كل حاجة بتبقى شغالة معاك وبدون اي مشاكل. وزي ما انت ما شايف النسخة يعني كويسة جدا وما فيهاش اي مشاكل، وكمان سريعة في الاستخدام ومش بتهنج اصلا معاك. وكمان هتفتح لك النسخة بدون ما انت تضيع اي شات ليك، يعني كل حاجة هتبقى شغالة معاك في النسخة وعادي جدا ومفيش اي حاجة. رابط التحميل انا هسيبه لك مباشر في وصف الفيديو او في اول كومنت. زي ما قلنا كل اللي عليك ان انت تخش تحمل النسخة عادي جدا من غير ما تمسح اي نسخة قبل كده كانت عندك، بحيث ان انت ما تخسرش اي شات كان ليك. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، سلام.